العالم في 2011 يواجه في العديد من الأزمات والمفاجآت المتوقعة وغير المتوقعة زادة، ورغم الاختلافات الكبيرة بيناتنا من مكة لنيويورك، القاسم المشترك بين جميع دول العالم هو الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بدأت بثورات في شمال إفريقيا، سحب الثقة من حكومات أوروبا وإعلان سياسة التقشف، مواجهة حكومة بوتين في روسيا لعجز الميزانية، وحتى الصين اللي تعتبر من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة سجلت انخفاض في إنتاجها، وأخيرا مظاهرات أوكيباي وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية اللي ترفعت فيها والأول مرة في التاريخ شعارات تنادي باعتماد نموذج التمويل الإسلامي لفينانس إسلاميك كحل للأزمة. Muslims, Jews, Christians and all Americans occupy Wall Street. التمويل الإسلامي نموذج مالي فرض نفسه على المسلمين وغير المسلمين في العالم الكل من أكثر من 40 عام، وفي 2011 وصل حجم أسهم المالية الإسلامية إلى 1000 مليار دولار أمريكي متوزع بتفاوت على جميع قارات العالم. وفي تونس التمويل الإسلامي بدأ بتجربة خجولة في 83 مع بنك البركة، وفي 2010 مع بنك الزيتونة. وفي إطار النقص الحاد اللي تعيشه تونس في الموارد المالية، العديد من الأسئلة اطرحت حول آفاق التمويل الإسلامي التونسي، وهل سيكون الحل الأفضل والأسرع لإنقاذ الاقتصاد الوطني بعد ثورة 2011. أساس عقيدة التمويل الإسلامي كما يوضح لنا رضا شكندلي، خبير اقتصادي معتمد لدى مكتب النهضة للدراسات الاقتصادية والتخطيط. المال مال الله والإنسان مستخلف فيه كسبا وإنفاقا، يعني ما يجوزش باش يكتسب المال من معصية ولا ينفق المال هذا في حرام. دور المال هو أداة ووسيلة للتبادل التجاري، ما هوش سلعة من السلع، ما يجوزش البيع نتاعو ولا شراءه. ورغم تحريم التمويل الإسلامي للتجارة في المال ومخالفته بذلك الاقتصاد الرأسمالي، هذا ما يمنعش أنه التمويل الإسلامي يؤمن بدور السوق واعتبره ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة. التمويل الإسلامي يختلف زادا مع الاقتصاد الشيوعي، حيث يحترم الملكية الخاصة وحق الأفراد في امتلاك أراضي وعقارات، ومن أهم مبادئه لا ترانسبارونس فينانسيير، الشفافية المالية اللي هي بيدها تمثل أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لا غوفرنانس. ومن هنا تجي رؤية التمويل الإسلامي الخاصة واللي تعتمد بالأساس على النصوص القرآنية وتستقي تعاليمها من السنة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. وبالتالي يحرم التمويل الإسلامي الربا بجميع أنواعه، يحرم الاحتكار لما فيه من قهر للمحتاج وربح فاحش للمحتكر، كما يحرم الاتجار في القروض والمحرمات من خمور ومخدرات ودعارة ومواد إباحية، وخاصة يحرم التمويل الإسلامي الغرر كما يفسر لنا أستاذ المالية الدولية بجامعة إياشو باريس منصف شيخروحو. الغرر معناها لا ترونطري، بيع ما لا تملك. شو معناها نجي نقول لك نبيع لك التوريفال وانا ما نملكهاش، قاعده تدمر في الاقتصاديات الغربيه. وهكا نفهموا أنه التمويل الإسلامي نموذج مالي يحاول يألف بين إيجابيات الأنظمة المالية السابقة، وعنده رؤية اقتصادية لا تلغي مفهوم الربح والخسارة كما يوضح لنا الخبير الاقتصادي معز الجودي. هو الفينانس اسلاميك باش نبسطوا نحن سي سكون ابل لو ليزينغ. معناتها البنك الاسلامي في عوض انت ككليون تو في دي ديبو كما كنت في العاده قبل في البنوك الكلاسيكيه، لكن وقت اللي حاجتك بقرض باش تشري دار ما يعطيكش الفلوس، يولي يشري لك الدار هو ويكريها لك على مده معينه تتفاهموا عليها، وبعد تدفع لسولت معناتها لو غاس تولي الدار على ملكك. والسؤال هوني شنية ربح البنك الاسلامي في الحاله هذه؟ لانه كاي مؤسسه بنكيه الهدف الاساسي هو الربح المالي. لكن الكريه هذيك يكريها لك اكثر من السوم العادي نتاع السوق، في عوض 500 دينار كريه في الشهر هو يزيد لك 700 دينار او كالربح نتاعو 200 دينار، تسمى تجاره ماهوش نسبه فايده. عدم اعتماد نسبة الفايدة لا يعتبر الميزة الوحيدة للتمويل الإسلامي، بل يقدم للمواطن التونسي الاستقرار المالي. رأي تبنيه المتصرف الوقتي لبنك الزيتون الإسلامي إصلاح كانون. التكلفة نتاع التمويل هي تكلفة قارة، يعني ما تتأثرش مثلا نقولوا ليفوليسيون نتاع تي ام ام ولا طلع تي ام ام ولا هبط، إذا كان وقع التفاهم مع الحليف على هامش ربح معين قار. وبالنسبة لأصحاب الشهائد العليا والمشاريع الجديدة، البنك الإسلامي يقدم حسب توفيق الأشهب إطار مسؤول عن عملية
عمليات التمويل ببنك البركة يقدم عمليات مالية جديدة مضاربة. أحسن تمويلات اللي تعاون على التشغيل وتعاون على الإنتاج. هي سون أسوسيسيون أنتر لو كابيتال لو ترافاي. أنت متخرجة عندك شهادة، أنت تحسن تسيير مشروع وإنما ما عندكش الأموال باش تبدأ، يولي البنك يقدم لك الأموال هذه وأنت ولا مش تقوم بالمشروع نتاعك على أن يكون الاتفاق من الأول على اقتسام الربح بنسبة معلومة. وبالنسبة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم اللي PME واللي تمثل 80% من النسيج الاقتصادي التونسي، التمويل الإسلامي يقدم حل قائم على الشراكة كما يفسر الخبير الاقتصادي معز الجودي. لي PME هذوما ما عندهمش معناتها ضمانات كبيرة وما عندهمش إمكانيات كبيرة، البنك الإسلامي ايش يعمل؟ يدخل معاهم في المشروع كشريك، ما يعطيهمش معناتها فلوس ويقعد يحسب لهم في لي تو دانتيري، معناتها داخل معك في الربح وفي الخسارة زاد كان فما خسارة فهمتني هكا تتحمل المسؤولية. مقابل الشيكات والشهائد الائتمانية والمالية في التمويل التقليدي، التمويل الإسلامي يقدم الصكوك اللي تثبت حق الملكية وتلغي مخاطر الخسارة الناتجة عن التلاعب في الأسواق المالية العالمية، وحتى الحكومات واقتصاد الدول يستفيد من التداول بالصكوك اللي يحمي البلدان وخاصة الأجيال القادمة من مصيبة الديون المستقبلية. رئيس صندوق الخبير الاقتصادي منصف شيخروحو. الدولة تقترض للبرة وتدفع انتريس، والقروض بالانتريس صعيبة يا أخي. عملوا الصكوك. الدولة ما تقترض إلا بمقابل استثمار هالفلوس هذه في مشاريع عندها الربح نتاعها. ككل النماذج المالية والاقتصادية في العالم، التمويل الإسلامي يطرح العديد من النقاط الخلافية والمثيرة للجدل، ومن أهم الاتهامات والمآخذ المسجلة اعتماد التمويل الإسلامي كمجرد آلية تسويق كما يوضح لنا الخبير الاقتصادي منصف شيخروحو. ما نحبش نستعمل لفظة إسلامي باش نعمل بها الماركتينج. بعض الناس كانوا يستعملوا في لفظة اقتصاد إسلامي باش يدجلوا على العباد، يظنوا أنهم باش يتخبئوا وراء اسم الإسلام. أنا أقول لا، هذا توسيخ للإسلام. ورغم اقتران كلمة إسلامي اللي فيها روح التسامح والتضامن والتكافل، إلا أنه التمويل يبقى عملية اقتصادية وحسابية بحتة قائمة على منطق الربح والخسارة. كان ما تفيش بوعدك وماكش باش تخلصهم باش يعملوا لك عقلة، هما باش ينحيوا لك معناتها أملاكك وباش ينحيوا لك الدار اللي يعطوها لك، ماهمش باش يكونوا هما في حالة نتاع يعطيوا ويسامحوا. اليوم وبعد نيويورك، لندن وباريس، التمويل الإسلامي بدأ يفرض في روحه على الخيارات السياسية التونسية، خاصة بعد ما قامت حكومة البيجي قايد السبسي تقديم مقترح مشروع لقانون المالية 2012 اللي قدم العديد من الامتيازات الجبائية لمستعملي المالية الإسلامية، ومن أهم التعديلات إعفاء العقود الإسلامية من دفع الغوتوني على سورس، وإعفاء كذلك من دفع معاليم التسجيل لدغوا دونجسترومون، مع إلغاء المسؤولية الجبائية للليزينغ et auprès des établissements de financement كما أعلن عضو المجلس الوطني التأسيسي منصف شيخروحو. من غير ما نبوح بسر، قانون المالية لعام 2012 ديجا إلى بريفو إجراءات يسهل التمويل هذايا. الأكيد رغم تعدد الأنظمة الاقتصادية في العالم واختلاف النماذج المالية، إلا أنه هدف أي مؤسسة اقتصادية هو بالأساس خلق الثروة وتحقيق الربح المادي، وفي ظل ظهور نظام أخلاقي جديد في العالم غابت فيه الشفافية والنزاهة المالية، اللجوء للنموذج الإسلامي سيكون خيار من جملة برشا خيارات أخرى مطروحة. ويبقى السؤال الأهم في تونس مدى قابلية التونسي على التفاعل واعتماد نظام المالية الإسلامي في حياته العادية.